التي تدار بها الأمور في المناطق المحررة في المدن والقرى المختلفة والنواقص، والاحتياجات اللازمة لتفعيل هذه الإدارة المدنية بأيدي أهل المنطقة، أهل القرى، أهل المدن الذين يديرون أمورهم بفعالية بعيدا عن النظام وسلطته القمعية، وتعميمها على مناطق المختلفة الأخرى. وبالمناسبة دشن المجلس الوطني مكتبا له في مدينة غازي عنتاب، وسيكون له مكاتب أخرى في المنطقة أيضا. زار الوفد المخيمات في كلس وباب السلامي وجرابلس وأطمي، حيث شاهد أصعب الحالات في مخيمي جرابلس وباب السلامي، إذ يفتقد اللاجئون هناك لكل شيء. كما جرت لقاءات شعبية وسياسية واجتماعية في جرابلس ومنبج وإعزاز. وفي ختام الجولة كان اللقاء مبرمجا مع الجيش السوري الحر وقيادة الأركان المشتركة، ومن الضروري العبور إلى داخل البلاد من خلال معبر باب الهوى. تأخر الوفد بعض الوقت بسبب الأمطار وانشغالات جانبية، وقبل الوصول إلى المعبر بنصف ساعة سمعنا بحدوث الانفجار، غير أن الوفد تابع تنفيذ مهمته عن طريق آخر، وتمكنا من عقد الاجتماع مع القيادة العسكرية، حيث تبادلنا وجهات النظر حول تقييم الأوضاع العسكرية على الأرض والسياسية في المحيط الإقليمي والدولي. ملخص سريع لنتائج الجولة. أولا، الروح المعنوية للمواطنين والمقاتلين في المناطق المحررة عالية جدا، واستجابتهم سريعة وجيدة لمتطلبات الوضع الجديد والمرحلة القادمة، وإسقاط النظام في اعتبارهم أمر غير قابل للمناقشة. 2. البنية التحتية معطلة والمواد الأساسية مفقودة، ويعاني الناس من انقطاع الكهرباء وفقدان المحروقات. 3. أوضاع اللاجئين صعبة، وخاصة في المخيمات الموجودة على الجانب السوري من الحدود، وكذلك المشافي الميدانية التي تصنع ما يشبه المعجزة بأقل الموارد والإمكانيات. 4. التواصل الحيوي المستمر بين القيادات السياسية والميدانية والعسكرية والإغاثية أمر ضروري لتعزيز صمود الجانبين واستمرار وضوح الرؤية في العمل. 5. نظام القتل والإجرام يأبى إلا أن يقدم نفسه على حقيقته دائما كنظام للموت والتدمير داخل البلاد للمواطنين السوريين وخارجها ضد المعارضين والذين يقولون لا لإجرامه. إن هذه الأعمال التي ارتكبها النظام ويستمر بارتكابها لن ترهب السوريين، لأن السوريين كسروا جرة الخوف من قبل أطفال درعا في يوم 18 من آذار عام 2011، يوم سقط أول شهداء الثورة في مدينة درعا. لم يعد للخوف معنى في حياة السوريين أينما كانوا. لذلك النظام لن يستفيد شيئا عبثا يبذل جهودا من أجل تحسين صورته البشعة وتوفير أي سبب للاستمرار، ولن تنجح كذلك كل أعماله في تخريب العلاقة الأخوية، علاقة الجيران الطيبة بين الشعبين السوري والتركي، لأنه ليس للمرة الأولى يعبر الحدود بآلته الإرهابية، الحدود نحو كل الدول المحيطة وعلى الأخص نحو تركيا. لكن سوريا والسوريين سيبقون فوق ما يفعلون وفوق ما يرتبون، وعلى الباغي تدور الدوائر. We'll start with question and answer session. نبدأ بالأسئلة والأجوبة. الرجاء أن تذكروا اسم الشخصي والوكالة التي تنتمون إليها. Please mention your name and the agency that you belong to before asking a question. هناك أخبار بأن أثناء زيارتكم للإعزاز تعرض المسؤولين للقصف أثناء الإمارة وربما بشكل مقارب، وأيضا هناك اتهامات من عدة جهات بأن التفجير الذي حصل في
المعبر الحدودي كان أعضاء المجلس هم المستهدفون الأساسيين فيه، هل بإمكانك أن تؤكد هذا أو تنفيه؟ فيما يتعلق بإعزاز، بعد أن غادرنا المدينة تناهى إلينا خبر أنه وقعت فيها بعض الانفجارات جراء القصف. أما في الانفجار في باب السلامة، المؤشرات والدلائل في باب الهوى، الانفجار الذي حدث في باب الهوى المؤشرات والدلائل واضحة عليه. إن تاريخ النظام في الإجرام وفي الاغتيالات وفي السيارات المفخخة لا يعرفها السوريون فقط، يعرفها اللبنانيون، يعرفها العراقيون والفلسطينيون، ويعرفها الأتراك أيضا. كل دول المنطقة تعرف الطبيعة الإرهابية الحقيقية لهذا النظام، والذي لا يعرف شيئا سواها. لذلك هو في هذا العمل الإجرامي يقدم ردا للسوريين، يقدم رسالة للسوريين وللمجتمع الدولي تقول للمرة 100 بعد 1000 إن هذا النظام أصبح يشكل خطرا على حياة السوريين وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة أيضا. ونحن في اعتبارنا لن يخيفنا أبدا. كان يمكن يوم أمس أن يرتفع عدد الشهداء 13 شهيدا وهم أعضاء الوفد الذين كانوا في تلك السيارة المستهدفة، أعضاء المكتب التنفيذي والمرافقون لهم. كان يمكن أن يصبح عدد شهداء يوم أمس أكثر ب13 شهيدا. لكن على كل حال البلاد التي أصبحت فيها الشهادة هي ثقافة، لم تعد تخاف من أي شيء، هو تعبير عن خوف النظام من الشعب. نحن قلنا الحقائق كما جرت بدقة، لكن التحقيق وحده هو الذي يتولى القول الفصل في ذلك. ونحن ننتظر السلطات التركية أن تعلن كل التفاصيل. I'm from Yeni Şafak newspaper. I have two questions. One is that regarding this assassination attempt, if it is an assassination attempt, as you suggest, did you have your security raised? For example, do you expect similar events and attacks now here in Turkey or anywhere else? And secondly, Mr. Hatip's call about a dialogue. We have just learned that Syrian Minister Ali Haidar said that he can speak to Mr. Hatip. سمعنا من خلاله أن كان لديكم ردود أفعال حول مبادرة الحكومة السورية إزاء التفاوض مع النظام. لسوء الحظ لا يوجد لدينا أي نظام أمني حتى الآن، وأن هذه المحاولة التي وقعت لا نعلم إذا ما كانت هي مجرد صدفة أنها وقعت قبل نصف ساعة من عزمنا لعبور الحدود. أعتقد أن تاريخ النظام والسيارة المستهدفة والضحايا كلهم يحملون دلالات واضحة على تورط النظام. أما فيما يخص الحوار مع النظام فإننا لسنا مهتمين بهذا المشروع، ونعتقد أن الشعب السوري وفقط أبناء سوريا هم من لهم الحق في أن يقولوا وأن يخبروا حقيقة ما حدث. والشعب السوري يقول الحقيقة يوما تلو الآخر من خلال مقاومة هذا النظام السوري، النظام القاتل. ندعم متسامح BBC. أستاذ جورج، بالشق السياسي أنتم ترفضون مبادرة الشيخ معاذ الخطيب، ماذا ستفعلون؟ إذا نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي الذي